السلام عليكم. فيديو سريع وخفيف هعلمكم فيه ازاي تعملوا الكيك الاسفنجي بتاع التورت بطريقة سهلة جدا ومش هياخد معاكي اي وقت. اهم حاجة تتبعي كل الخطوات والتكنيك اللي انا هقولك عليه. اول حاجة معايا 6 بيضات لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ومعاهم كده رشة من الفانيليا، نص كوباية مية من الحنفية، ومعايا نص كيلو من الاسبونج الجاهز، وكمان معايا معلقة من البيكنج باودر. هفضي كل الحاجات دي كده مع بعض في الميكسر من غير ترتيب ولا اي حاجة. انا هحط كله كده على بعض وهفضل بقى اضرب فيهم. هيفضلوا مثلا يضربوا لمدة ربع ساعة. طيب لو انا ما عنديش عجان هعمل ايه؟ ينفع المضرب الكهربائي العادي، بس تكون طبعا الواط بتاعه عالي وماركته كويسة ان هو يستحمل الوقت ده كله في الضرب. اهم حاجة ان وانا بضرب ما افصلش ابدا المضرب او المكسر، اسيبه يضرب للاخر لحد لما يوصل لي قوام كده تقيل وكريمي، اللي هو لو قلبت اصلا الطبق اللي انا بضرب فيه العجينة بتاعتي او الخليط بتاعي ما يتقلبش معايا وتقيل زي ما انتوا شايفين كده. بجيب بقى صينية مقاس 26 وبقص على قد القاعدة بتاعتها بالظبط ورقة من ورق الزبدة، وبلزقها كده علشان ما تتحركش لما احط الخليط. لازم ورقة الزبدة تكون على قد الصينية بالظبط عشان ما تطلعليش الاطراف بايظة. وابدأ فيها وابدأ انزل الخليط. ممكن خليط النص كيلو ده يتعمل في صينية مقاس 24 او 22. كل ما هنقلل المقاس كل ما الارتفاع بتاع الكيك بتاعي هيبقى اعلى. خبطتها كده زي ما انتوا شفتوا على الرخامة علشان اخرج منها اي هواء. وبعد كده بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بتقعد تقريبا نص ساعة. ده في الصينية اللي هي مقاس 26. لو 24 او 22 هتاخد وقت اكتر لان الارتفاع بتاع العجينة بيكون اعلى. من الحاجات المهمة كمان واحنا بنعمل السبونج كيك ان احنا واحنا بنفصل الكيك كده من الصينية ما نقعدش ننزل ونطلع في السكينة، لا احنا بندخل السكينة مرة واحدة ونلفها دايرة كاملة علشان ما تقطعليش الكيك من بره، وبيطلع طرفه كده زي ما انتوا شايفين متساوي وجميل. لو نزلنا وطلعنا السكينة هتلاقوا الاطراف دي بايظة خالص ومتبهدلة منكم. بعد كده طبعا قلبته على السلكة زي ما انتوا شايفين. كل ده بيحصل بعد لما الكيك بيبرد تماما، ما ينفعش اعمل فيه اي حاجة وهو سخن. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اقطع الكيك بتاعي. بشيل وش الكيك كده، وبعد كده ببدأ بقى اقطعه بالمنشار بتاع الكيك، او لو عندك سكينة برضو السكينة المشرشرة بتبقى ممتازة في التقطيع. ببدأ بقى اقطعها طبقات. هنا انا قطعت اخر طبقة دي كانت رفيعة شوية. والوش بتاع الكيك ده مش بنرميه، احنا ممكن نحطه في الحشو في النص، ممكن نعمل بيه اي حاجة تانية بس بلاش ترموا حاجة. وده كده كان شكلها بعد ما خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم، وما كنتش يا رب نسيت حاجه، وكمان تكونوا فعلا استفدتوا وعرفتوا معلومات جديده عن الكيك الاسفنجي. وما تنسوش اللايك.